الناس المتجوزين كتير منهم عايزين ينفصلوا او يتطلقوا، والناس اللي مش متجوزة نفسهم يتجوزوا. الأطفال الصغيرين عايزين يعملوا أي حاجة عشان يكبروا بسرعة، والناس الكبار عايزين يعملوا أي حاجة عشان يبانوا صغيرين ويفضلوا شباب على طول. الناس الأغنياء يقول لك يا ريتنا زمان نرجع بسطاء تاني مش عايلين هم حاجة، والناس اللي ما معهمش فلوس نفسهم يكونوا أغنياء جدا، والأشخاص اللي مش مشهورين نفسهم في الشهرة والناس كلها تبقى عارفاهم وتشاور عليهم، والناس المشاهير يقولك يا ريتنا نرجع زي زمان نعرف نخرج ونروح ونيجي براحتنا من غير ما حد يقتحم خصوصيتنا. الناس اللي صحتها كويسة مش مقدرة النعمة اللي عندها، مع ان في ناس كتير جدا تتمنى انها تضحي بأي حاجة وتبقى صحتها كويسة. طب ايه ملخص الكلام اللي انا بقوله ده؟ ان الانسان عامة ما بيبقاش دايما شايف وحامد النعمة اللي هو فيها او شايف النعم الكتير اللي عنده، دايما بيبص على الحاجة اللي ناقصاه وعدم الرضا. معناه لو فكرنا، انت لو متضايق من شغل، من اهل، من صحاب، من قرايب، اي حاجة في ايدك تقدر تغيرها. الحاجة الوحيدة فعلا اللي هي صعبة ان انت بين لحظة والتانية صحتك ممكن تتعب وتتدهور. عشان كده اغلى حاجة عندنا هي الصحة، واهم حاجة ان احنا نحمد ربنا عليها ونشتغل ان احنا نحافظ عليها، سواء صحتنا النفسية والعقلية او صحتنا الجسدية. اشوفكم في فيديو جديد.